اوعوا تاكلوا الملوخية، هتموتوا. ايه الموضوع ده؟ خليني اقول لكم الاول اصل نبات الملوخية ايه. بيرجع اصل نبات الملوخية لعصر الهكسوس. كان في زمان معتقد قديم ان نبات الملوخية مسمم لانه كان بينمو على ضفاف النيل، وكان اسمه زمان خية، فكان المصريين القدماء بيخافوا يقربوا منه. ولما دخل الهكسوس مصر وكانوا بيتعمدوا ان هم يذلوا المصريين، فاجبروهم ان هم ياكلوا النبات ده وقالوا لهم ملو خية، يعني كلوا الخية. بس بقى لما المصريين كلوها حبوها جدا ولقوا ان طعمها جميل ومش سامة ابدا زي ما كانوا فاكرين. ومن هنا بدأت اسطورة الملوخية قبل ما نوصل للتقلية والطشة والشهقة. اما بقى في عهد الدولة الفاطمية التاريخ بقى بيقول لنا حكايتين مختلفتين. الحكاية الأولانية إن الحاكم بأمر الله عارف بالفوائد الصحية الكبيرة للملوخية، وقرر إن هو ينشر في أحياء القاهرة إنها نبات سام عشان كل المصريين يبطلوا ياكلوها، ويستأثر هو بالفوائد بتاعتها زي ما كان التاريخ بيقول عنه. أما بقى القصة التانية بتقولك لما جاء المعز لدين الله الفاطمي وحس بتعب كبير جدا في بطنه، فالدكاترة نصحوه إنه ياكل ملوخية، ولما أكلها وخف من تعبه استأثرها لنفسه والحاشية بتاعته. قال لا دي أكلة بقى ملوكي، عشان كده اتسمت ملوكية، وبعد كده احنا قلنا عليها ملوخية. ولما انتهى حكم المعز وانتهت الدولة الفاطمية كلها، بقت للملوخية مكانة كبيرة قوي عند المصريين، وبقوا يطبخوها ويقدموها في الأعياد والمناسبات. وبعد كده انتشرت واشتهرت وحبها الناس كلها واتنقلت للبلدان العربية كلها. عرفتوا بقى أصل الملوخية كان إيه؟